يلا نعمل أطيب معمول بالجبن ومطة خرافية للجبنة، شي من عالم تاني. أوه، وهي الجبنة عملناها عيدنا. لنعمل معمول الجبن بدنا كاسة سميد، بدنا ننخلها كويس هي والطحين والسكر البودرة، كاسة السمنة الغليانة نار، تمام. ضروري كتير تكون سخنة لأنه ما رح نحط أي سوائل تانية مشان تفتح عنا حبة السميد ويتماسكوا مع بعضهم. بدي كمل بإيدي. أنا لأنه عم صور عم سوي كمية قليلة، انتو سووا الكمية اللي بدكم إياها، ضاعفوا الكمية قد ما بدكم. الحليب المكثف المحلى، محلب والسكر والفانيليا والبيكنج باودر. حط مع زهر ومع ورد. هلا انا عندي مركز، بدي احط نقطة ماء زهر ونقطة ماء ورد، انتو اذا ما عندكم مركز حطوا معلقة صغيرة بمعلقة صغيرة. نقطة ماء زهر، هي الريحة ما احلاها. نقطة ماء ورد، نعجن كتير منيح. شوفوا ما احلاها العجينة، صارت عم تنلم معي. شوفوا انتو اذا عندكم جبن عكاوي جيبوا جبن عكاوي، او فيكم تحطوا موتزاريلا نفس الشيء، وفيكم تخلطوا بين التنتين على فكرة. عجينة ترتاح، وبس ترتاح معنا بعد ساعتين نرجع. شوفوا شوفوا شوفوا، احلى من هيك جبنة ما في. هلا بدنا نعمل المعمول. ناخد هيك نفتحها بايدنا، الله ما احلاها. وبناخد هيك جبنة قد ما بدكم، بخلي فيها هواء، بنحطها بالقوالب. ليش؟ لأنه أسهل وأضمن، شكل ظابط مضمون. وهلأ بدنا نحطهم بالثلاجة لمدة ساعتين لحتى يجمدوا كتير منيح، وبهي المرحلة فينا نجمدهم نتركهم بالثلاجة عطول، وأيمت ما بدنا نطالع ونشوي. وشلت المعمول بجبن من الثلاجة. هلأ شوفوا كيف صاروا قاسين. هيدول اللي بدي احطهم بالفرن على درجة حرارة 200 درجة من فوق ومن تحت لمدة 10 ل 12 دقيقة، وهلأ بفرجيكم النتيجة. وهي صار عندي المعمول بالجبن جاهز، حط عليه رشة سكر بودرة، نشوف الجبنة كيف طلعت. يا ما تقولولي اكتر من هيك ما في.